اتغديت اليوم بإفطار في أشهر رياض موجود في المدينة. الرياض مشهور جدا باللون الأزرق اللي بتلقاه في كل حتة هناك، والأثاث المميز. معظم اليوتيوبرز والأجانب بيجوا المدينة مخصوص عشان يجربوا الرياض ده. الفطور كان كافي جدا، في مربى وجبن وعصاير وطبعا أتاي وحاجات كتيرة. أجمل حاجة في الإفطار هناك إنه طير النورس حيكون قاعد فوق راسك، فلازم تخلي بالك منه عشان عادي ممكن يكسر حاجة أو يشيل الأكل بتاعك. بس عموما التجربة جميلة إنك تاكل مع طير النورس مع إنه مزعج حبتين. الرياض رهيب بمعنى الكلمة، وشكله مختلف عن أي حتة أنا سكنت فيها في المغرب أو برا المغرب. الساحة اللي أنا موجود فيها حاليا دي تعتبر أشهر ساحة في الصويرة. من هنا بتقدر تشوف أهم مناطق في الصويرة. أول حاجة عندنا هنا البحر، وعندنا هنا كمان اللي هي المرسى، بيكون فيه محلات السمك وكده أو الحوت بلهجة أخواننا المغاربة. وهناك موجودة الساحة اللي بيتغام فيها حفلات، وزمان لما جيت المرة فاتت كان كأس العالم، فكان الناس بتشاهد مباريات كأس العالم من هنا. وهناك حتلاقوا الشارع اللي بيودي للمدينة القديمة، وفيه معظم الكافيهات والمطاعم. الصراحة الحتة جدا جميلة، والساحة دي تعتبر سنتر هنا في مدينة الصويرة. في كمية من الساحات، ولكن الساحة دي تعتبر الأهم. أما في الاتجاه هنا ده حتلاقوا البحر. خلونا ناخد جولة سريعة في كل واحدة من الحتات دي وأوريكم كيف عاملة. صراحة جدا جدا بحب المدينة دي، وأنا مبسوط إنه أنا قاعد أعمل في الفيديو ده. تعالوا أخدكم جولة في الشقة اللي استأجرتها من Airbnb هنا في الصويرة. الصراحة الشقة جدا جدا جميلة. شوفوا غرفة الجلوس أول حاجة، في كمان واي فاي. هنا في غرفة أولى لشخصين لكن حتكون فاضية، وهنا في سفرة تلفزيون. أنا أوريكم الغرفة الثانية اللي هي غرفة النوم. صراحة جدا جميلة مرتبة، وكمان موجودة في وسط المدينة القديمة هنا في الصويرة. احنا كده في وسط المدينة. أساسا الصويرة الصراحة صغيرة شديد، فأنت وين ما سكنت بتقدر تصل أي حتة موجودة في الصويرة. هنا عندنا الحمام، وآخر شي هنا عندنا المطبخ. يعني عادي أوكي، في ثلاجة في فرن. وهنا حاطين الخريطة تحت الصويرة. طبعا الصويرة لأنها مدينة صغيرة فاتفقوا عاملين خريطة فيها كل المرافق، الفنادق الكبيرة ومهمة، فيها أماكن السهر، فيها المطاعم، حتى محلات الإسباء، وكل شيء موجود هنا. زي ما انتم شايفين دي خريطة المدينة القديمة كلها. صراحة الواي فاي كمان جدا سريع. الواي فاي بيوصل أكثر من 100 ميجا بايت في الثانية which is very good هنا في المغرب. طبعا ملحوظة هنا في المغرب معظم الفنادق والشقق والبيوت ما فيها مكيفات، لأن الأجواء صراحة جدا ممتازة معظم الوقت. بعض الأحيان بتكون شوية حارة، بعض الأحيان بتكون جدا باردة، بس في العادي إنه الجو معتدل وما بيحتاجوا مكيفات. لو لاحظتوا كل الغرف ما فيها أي مكيف. في كل حتة في المغرب حتلاقي مدينة قديمة ومدينة جديدة. في المدينة القديمة بتكون هي حدود المنطقة القديمة اللي كان فيها السكان، وفي الغالب بتكون مسورة بسبب الحروب اللي كانت في الفترة ديك. على قدر ما المدينة القديمة في الصويرة تعتبر صغيرة نسبيا بالنسبة لباقي المدن، مع ذلك فهي جميلة جدا، وبتلاقوا فيها كمية كبيرة جدا من السياح، والكافيهات ومحلات الملابس ومحلات الزيوت ومحلات الخشب. من أشهر معالم المدينة طبعا الساعة دي، زي ما انتم سامعين صوتها، بتشتغل كل شوية. ما عارف، ما عندها مواعيد شديد مظبوطة، بس أحيانا كله ربع ساعة، نص ساعة، كل ساعة. أنا حاليا الساعة 1:05، ما أعرف ليه، بس عموما هي عاملة يعني إحساس جميل في المدينة. ومع إنه سافرت كتير في المغرب وحتى برا المغرب، لكن لسه بتعتبر المدينة دي بالنسبة لي من أحسن الأماكن اللي ممكن أستظل فيها يوم من الأيام، لأن المدينة فيها كمية من السياح الجو هنا، وقالوا إنهم خلاص حيستقروا هنا من كمية التعايش وكمية السلام وكمية الراحة النفسية اللي ممكن تحسها وانت قاعد هنا. الحتة جدا جدا مريحة نفسيا، والناس اللي عايشين هنا مزاجهم جدا عالي ورايقين، وبيحبوا المدينة حب خرافي. المدينة فيها مرسى يعتبر الأقدم في المغرب هنا، ولو بتتذكروا فيلم جون ويك الأخير هتلاقوا فيه مشاهد كثيرة تصورت هنا في الصويرة، بالذات في المرسى. المرسى مميز جدا بطائر النورس اللي حتشوفه في كل حتة، وكمية كبيرة جدا من الصيادين. شكل الغوارب هناك مميز برضو، وماخذ اللون الأزرق الجميل.
موجود في المرسى مختلف أنواع الأسماك بتتصدر لمدن تانية كتيرة في المغرب. في زيارتي الفاتت كنت مشيت صالون في المدينة الجديدة في الصويرة، والصراحة كان خدماته جدا ممتازة. فكرت أمشي تاني لنفس الصالون وأشوف هل حيلقى نفس الخدمات ولا لا. 50 والبخار 70 موظفي الطريق. اوكي. عربي من السودان. السودان. مية وعشرين صح. الباقي 120 درهم. المرة اللي فاتت عمل لي مراحل أكتر من كده، هسي تشوفها كمية بس المرة اللي فاتت كانت أكتر. تعالوا أوريكم حتة سرية هنا في الصويرة. أول ما تصلوا الساحة دي هتلاقوا دخلة صغيرة هنا، تقوموا تدخلوا بيها وبتوديكم لمنظر جدا جدا رهيب. شايفين الحتة نادر أو صعب جدا تلاقي فيها سياح. أوريكم كيف هسي المنظر زي ما انتم شايفين. دي أسوار المدينة جدا عالية. زمان معظم المدن كانت بتعمل الأسوار دي ليه؟ عشان تحمي نفسها، بس هسي حاليا زي ما شايفين في آثار قديمة هنا. أعتقد دي آثار زمان البحر كان بيوصل حتى هنا، كأنها كانت يعني أسفل البحر. فالصراحة الغلاع زمان كانت جدا قوية والمدن كانت محصنة، ما يقدر يجي محتدي بالذات من جهة البحر. إسبانيا وأوروبا عندها تاريخ حافل بالصراعات مع المغرب. إسبانيا والبرتغال، فرنسا، كل الدول دي، حتى بريطانيا في فترة أعتقد. المهم دي الحتة حلوة شديد وبنصح أي واحد يجيها إذا جاء للصويرة. ولأنه الصويرة تسمى مدينة الرياح، فأشهر حاجة هناك عندهم هي ركوب الأمواج أو السيرفينج بأنواعه الاثنين، فاخترت أتعلم السيرفينج. يا ناس مرحبا بالناس السودان ولا لا؟ السودان؟ ها بزاف. ها مرحبا بزاف. مرحبا بهم. عمرك ما تلاقيتي سوداني؟ السوداني لا، سويدة. سعودي ولا؟ سعودي هو اخ علي راه سوداني. مرحبا بك اخويا علي. عرفتي السودان فين جات؟ فين؟ في الدول العربية، في الخليج. الخليج؟ لا وي خارج ما عندوش كسول بالجغرافيا. الناس السودان اعزاء عندنا والله. فرحت ملي سمعتك من السودان. حتى السي علي سوداني اخ ديالنا، كاين لا سودان لا والو، كاين ارض واحده، لا مغرب لا هذا، حنا اخوه وصافي. مرحبا بك في اي وقت، مرحبا بك. السيرفيس اللي تنستعملو هنا هو رياضات مائيه، فيها السيرف اللي هو تسمى ركوب الامواج، والكايت سيرف اللي هو اشرعه هوائيه كما تتسمى. والكايت سيرف هو من الرياضات الحديثه والناس بداو يتعاطاو ليها بزاف. الصويرة الموقع ديالها فيها البحر ديالها مميز، ما فيش خطورة كما تنقولوا، ما سهل في التعلم. وايضا الموقع ديالها الجغرافي تتمتاز بالرياح موسمية، تتبدا تقريبا مدة تاع الصيف. ولهذا زعما الرياضه اللي تنقدموا حنا تتعتمد على الريح. كنت متخيل انه الموضوع جدا سهل وخلاص حتعلمه بسرعة، بس طلع اصعب مما تتخيلوا. في اليوم الاول تعلمت القواعد الاساسية عشان اقيف وكيف اتعامل مع المعدات، وعرفت انه اللوح الكبير في ركوب الامواج للمبتدئين لانه بكون امن اكتر عشان يقدروا يقيفوا وهم مرتاحين. علي السيرفر. هلا يا هلا.
جربت المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة لحد ما وقفت شوية وتعبت جدا وقتها لأنه الهواء كان جدا عالي. كمان من المعلومات اللي اكتشفت أنه الهواء القوي ما مفيد لركوب الأمواج، لكن مفيد للكايت سيرفينج اللي هو ركوب الأمواج بالشراع، لأنه الهواء القوي بيوقع الأمواج. والصراحة محمد كلمني قبل ما نبدأ، لكن أنا أصريت إني أنا أتعلم. صراحة التجربة كانت جدا ممتعة مع إنها كانت متعبة جدا. في اليوم الثاني مشيت أنا وصديقي نور الدين، وللأسف الأجواء باقي الأسبوع ما كانت أحسن شيء. خلصنا شوية سيرف. بعد ما خلصت من السيرفين كنت جدا جوعان، فتوجهت لمطعم شعبي هناك كنت جربته في زيارتي الفاتحة، وطلبت من عندهم طاجين وشوربة حريرة. أول حاجة عندنا الحريرة، أنا مجربها قبل عشان كده طعمها ما جديد بالنسبة لي. خطيرة، فيها حبوب من جوا وحمص كم حاجة مع بعض وبهارات وتوابل، إنها بتطلع معانا الحاجة الخرافية دي. وتاني عندنا الطاجين حق الدجاج، بيكون فوق فيه تتبيلة بالبصل وفيها كمان سمسم وزبيب. التتبيلة اللي من فوق دي أحلى حاجة في الموضوع، شكلها حارة. بيكون معاه الخبز البلدي، تقدر تاكل بالخبز ولا تاكل بالشوكة والسكينة عادي يعني. بعد ما الشمس غابت واليوم بدأ يخلص، اكتشفت إنه المدينة في الليل فيها أماكن سهرة حلوة جدا وممتعة، بالذات في الويكند. صراحة الأجواء هناك كانت جميلة وحماسية. وبكده تكون خلصت رحلتنا في مدينة الصويرة الجميلة واللي أنا بحبها جدا والمقربة إلى قلبي. أشوفكم تاني في مغامرة جديدة في بلد جديد. باي.